كتير من البنات والستات في سن 20 و30 مشاكلهم بتبقى غالبا متكررة ما بين حب شباب وهالات سودا وتصبغات وغيرهم كتير، وطبعا بيبقوا عايزين يحقنوا فيلر أو بوتوكس أو غيرها من التقنيات العلاجية للبشرة، وللأسف بناخد معلوماتنا من مصادر مش موثوق فيها. وعشان كده أنا النهاردة معايا دكتور هبة الشربيني اللي هتكلمنا عن الموضوع ده وإزاي نتصرف صح ونهتم ببشرتنا، ودي أول حلقة من بودكاست بيوتي ستوبس. دكتور هبة أهلا بيكي. اهلا بيكي، عامله ايه؟ طبعا سن 20 و30 ده مشاكله كتير بس بتبقى غالبا شبه بعض، فايه انسب روتين ممكن نستخدمه ويبقى مناسب لبشرتنا؟ وطبعا انتي الشخص الصح اللي يقول لنا المعلومات دي. طبعا احلى حاجه ان احنا نهتم ببشرتنا من بدري، لان أوكي. ده بيحمينا من مشاكل كتير قوي تحصل على اللونج ران. ابسط روتين دايما يكون موجود من اول التوينتز ان احنا بنبتدي بالغسول الاول. اول حاجه نعرف نوع بشرتنا اصلا. اوكي. احنا يا اما بشره عاديه، يا اما مختلطه، يا اما دهنيه، يا اما جافه. بنعمل ايه عشان نعرف نوع بشرتنا؟ بنجيب غسول طبي، نغسل بيه وشنا كويس قوي ونستنى شويه. بعد كده هنجيب قطنه او اي حاجه ونمسح بيها ونشوف. لو احنا بشره اويلي هنلاقي ان التي زون والاجزاء دي بتطلع معانا دهون او حاجه في القطنه. لو احنا بنطلع بس من التي زون والحته دي تمام، احنا كده كومبايند او أوكي. مختلطه. لو ما طلعتش حاجه خالص دي بشره جافه. جافة. خلاص، فاحنا في الاول يعني ده ابسط حاجه، هو يعني اولموست اغلب الناس بيبقوا كومبايند. أوكي. قليل قوي بشوف حد دراي قوي او ان هو اويلي قوي. أوكي. تمام، بعد كده بنبتدي بقى نختار الروتين بتاعنا من غسول. نختار غسول مناسب لنوع بشرتنا، دي حاجه مهمه جدا. ما نمشيش ورا ترندز اللي هو الدبل كلينزنج واغسل بغسول 2 ومش عارفه ايه الحاجات دي كلها، ما ينفعش نعملها لوحدنا خالص. لان احنا لو عملنا يعني تنظيف بزياده ده بيدخلنا في دراينس. الدراينس ده بيعرضنا لكل مشاكل البشره قدام، ان احنا يطلع لنا لاينز ويطلع لنا تجاعيد مبكره. أوكي. تمام، بعد الغسول بنستخدم تونر عادي خالص برضو طبي بقطنه ونمسح بعد الغسول. بعد كده المرطب مهم جدا، سواء اي نوع بشره لازم يترطب، لان أوكي. الترطيب ده بيحافظ على حاجه اسمها سكين بارير. سكين بارير ده لو حصل فيه اي خلل تبتدي بقى يطلع لنا مشاكل زي حب شباب زي كده. خلاص، فالمرطب مهم جدا، مش زي ما ناس فاهمه ان انا برطب لو انا بس بشرتي جافه. فغسول وتونر ومرطب. ومرطب وسان سكرين بقى. أوكي. ده كده اللي هو المورنينج روتين. السان سكرين مهم قوي برضو ان النوع بتاعه يكون مناسب لنوع بشرتنا. ما نجيبش حاجه تقيله او كريمي قوي واحنا اويلي عشان ما يعملناش يبقى جريزي كده، واللي هو بيبقى تحسي ان هو سادد المسام أوكي. او يطلع لنا حبوب تحت الجلد. أوكي. خلاص، بعد كده بنستخدم هيالورونيك اسيد سيروم بنحطه. ده مهم قوي الابلكيشن بتاعه يكون مظبوط. ازاي بقى الابليكيشن المظبوط بتاعه؟ الهيالورونيك اسيد بيحب الميه دايما، أوكي. بنقول كده. فاحنا بنحط نغسل وشنا وبعدين نصبر شويه يبقى هو مندي كده، بس نحطه من 3 ل5 نقط على الجلد وهو مبلول. اوكي، لو بس ما احطوش على الجلد وهو لا، ناشف. لو هو ناشف هتلاقيه عمل طبقه كده وبيشد وتحسي ان انتي مش مرتاحه اوكي. ومش مستفيده منه قوي. عندنا فيتامين سي مهم قوي برضو انه يكون موجود في الروتين بتاعنا، لان هو بيحمي من التصبغات وانتي اوكسيدنت. برضو نحطه من 3 ل5 نقط. ومفيش مشكله لو تعرضنا بعديه لشمس، يعني دلوقتي كل الستاديز بتقول ان احنا نحطه فوقيه واقي شمس وننزل عادي. اوكي. الاي كريم من الحاجات المهمه قوي. حسب بقى احنا عندنا لاينز عندنا لون، بنبتدي نختار الاي كريم المناسب لينا. وبالليل بنستخدم ريتينول ونياسيناميد. اوكي، الريتينول من اكتر الحاجات اللي الناس بتعمل لها ابليكيشن مش صح، فازاي نقدر نستخدمه بشكل مظبوط؟ بصي، الاول نختار حاجه اصلا برودكت يكون مش اجريسيف. يعني دلوقتي بقى في حاجات كتير سيرم ريتينول بيبقى دايما اسمها ريتينول بي 3. اوكي. دي بتبقى لطيفه، تركيز الريتينول فيها خفيف مش تقيل، وبيبقى معاها نياسيناميد وهيالورونيك اسيد، فاللي هي تبقى يعني برودكت كويس مش اجريسيف على الوش. اوكي. لو احنا اول مره بنستخدمه 3 مرات بس في الاسبوع. ما يبقاش على عكس بقى الهيالورونيك اسيد، هنا ما يبقاش على جلد مبلول، لانه لو اتحط على جلد مبلول بيزود الابزوربشن بتاعه. اوكي. فاحنا هنا مهم قوي ان البشره تكون ناشفه خالص. بس احنا مش عايزين نزود الامتصاص بتاعه. لا، في الاول لا طبعا. أوكي. يعني احنا نحطه على بشره ناشفه من 3 ل5 نقط برضو، ما نكترش. معظم السيروم احنا بنحط نقطه 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 ونقطه على النوز وحوالين البق، بس مش حوالين أوكي. البق قوي يعني. اوكي. تمام، بس ونستخدم الحاجات اللي هي ريتينول بي 3 دي بتبقى لطيفه جدا. لو احنا بشرتنا دراي شويه بيعملوا حاجه ساعات اسمها ساندويتش تكنيك، بس انا مش بفضلها قوي غير لو شفنا البشره قدامنا. اوكي. ان احنا بنحط مرطب، ريتينول، مرطب. اوكي. فهي دي عايزه سكان يكون فعلا دراي، لو عملناها في اويلي سكان مش صح.
اوكي، يعني البيشنت المناسب ليه التكنيك ده يكون اصلا بشرته جافه. يعني ان هو هيحط تقريبا مرتين مرطب. اوكي، عشان كده اسمه ساندويتش تكنيك. يعني اللي هو layering. اوكي. بس نحط بعديه بشويه كده المرطب وننام، مفيش مشكله. اوكي. بس. واحنا بنتكلم على الابلكيشن الصح للبرودكتس، حضرتك قلتي عن انواع البشره، مم. فاحنا ممكن مثلا الناس اللي بشرتها مختلطه يبقى في برودكت مناسب ليها بس ما ينفعش نحطه على الوش كله. فازاي اعرف ان البرودكت ده احطه على وشي كله او مناطق معينه او لا؟ بصي، احنا نعرف الحاجات اللي هي ليها نو جو اريا زي ما بيقولوا، يعني أوكي. دايما يعني الحاجات المقشره اللي هي مثلا الساليسيليك، الريتينول، الحاجات دي بلاش نحطها حوالين البق وحوالين العين. اوكي. يعني حوالين البق وحوالين العين دايما بيبقى ليهم برودكتس بتاعتهم. طبعا العين ليها حاجاتها المخصصه، وحوالين البق ده بيبقى برضو بيعامل معامله السنسيتيف اريا. ايفن لو هستخدم كريم تفتيح مش دايما بيبقى بيناسب المكان ده. بس فطبعا الحاجات اللي هي الحتت السنسيتيف في الوش دي بتبقى الابلكيشن بتاع الكريمز لازم الدكتور هو اللي يقوله. أوكي. يعني في الروتين ما اقدرش ان انا اقول لك حطي او ما تحطيش، بس تقدري تحطي هيالورونيك اسيد هنا مفيش مشكله، واقي الشمس يتحط، المرطب يتحط. عشان كده احسن حاجه نكون متابعين مع دكتور احسن، لان التفاصيل تبقى كتير قوي وممكن نضر بشرتنا. صح. وكمان الحاجات ان هي بتتعارض مع بعض، حد عنده اكتيف ديزيز يعني عنده حبوب اوريدي، عنده تصبغات، بيبقى بقى ليه الروتين بتاعه حسب طبعا حالته. هو ممكن حاجات تتعارض مع بعض؟ ازاي؟ يعني في برودكتس ما ينفعش تحطيها مع بعض، يعني او تسيبي بينهم جابس، او تحطي ده يوم وده يوم. اوكي. فاهماني؟ فيعني لو عندنا احنا بنتكلم الروتين ده الروتين للناس اللي بشرتها ما فيهاش مشاكل، لكن وانس ان في مشكله، في حبوب، في تصبغات، في جفاف زياده، في حاجه، لازم طبعا نكشف ونشوف الروتين بتاعنا وايه اللي ينفع نستخدمه وايه لا. وعشان كده اوقات كتير ما بيبقاش الحل المناسب بتاعنا كريمات او روتين، في وقت ببقى فعلا محتاجه اروح العياده واتابع مع دكتور وابتدي ميديكيتد فيشل سيشنز. صح طبعا. بصي برافو عليكي جدا، لان احنا دايما بنقول ان لو واحده عايزه تبتدي تهتم ببشرتها مش عارفه تعمل ايه، تجو فور فيشيال على طول. اوكي. فيشيال ده هو البرايمر بتاعنا احنا بقى في الجلد. اوكي. ان انت بتبتدي تشتغلي باجهزه على طبقات الجلد كلها، فتحضريها لاستقبال اي حاجه بعد كده. أوكي. حتى لو كانت الروتين، يعني لو انا واحده ما عنديش اي مشاكل بس حاسه ان انا الكريمز بحطها بقى لي فتره وما فيش اي اختلاف، فانا محتاجه اجهز بشرتي لاستقبال الكريم. ناس كتير بتبتدي تحط كريمز بعدين تحس ان هي بتستخدمها بس مش حاسه ان هي مستفيده منها، فهنا بنبقى محتاجين ان احنا نعمل فيشيال. الفيشيال دوت احنا في وان كلينيك هنا نعتبر بايونير في الفيشيالز. احنا عندنا اكتر من بروتوكول حسب بقى بديفايسز، مش جاست ان احنا بنعمل تنظيف وخلاص. الاجهزه دي بتشتغل على كل طبقات الجلد من الطبقه السطحيه للطبقه العميقه، بتعمل تنظيف بلس ان هي بتعمل تحفيز للكولاجين، بلس ان في كل ستيب منهم احنا بنحط مالتي فيتامينز وميزوثيرابي، فانتي بتبقي خارجه بجلو غير بس تنظيف البشره. اوكي. وده بيحضرك بعد كده زي مثلا هتكملي في بروتوكول لافتنج، مثلا هتكملي في بروتوكول ندبات حب شباب، هنكمل في بروتوكول هالات سودا. نبتدي دايما بالفيشيال بعد كده نكمل، او لو مش هنكمل ده بيخلي الابزوربشن بتاع الكريمز بعد كده في البيت والاستفاده منها يكون اقوى بكتير من ان انت تحطيها من غير الفيشيال. اوكي. ما كتير صراحه من البنات بيروحوا الكلينيك يقولوا انا عايزه جلسه تنظيف على طول، هي بالزبط. محدده عايزه كتير بنمشيهم بقى. ليه بقى؟ يعني في ساعات بيبقى الاختيار، انا مثلا شفت صاحبتي عملت زي جهاز زي الاكوا بيور، ده جهاز تنظيف بشره. اوكي. طيب هي جايه هي مثلا وشها دراي شويه، طب انا عايزه اعمل اكوا بيور زي صاحبتي، لا خالص. هنا مثلا ممكن نروح على حاجه تانية اسمها اوكسجينيو مثلا. اوكسجينيو ده ديفايس برضو نوع من انواع الفيشيالز، بس هو بيبقى يعني موديفايد شويه. احنا من اسمه اوكسجينيشن بيزود الاكسجين للبشره. في كبسولات، الكبسولات دي بقى انوفيشن لوحدها. ومين البيشنت اللي انسب حاجه ليه الاكسجينيو؟ الاكسجينيو انا بحبه ان هو حاجه ليها كبسولز كتير، فمناسب لكل انواع البشره. مثلا لو جت واحده دراي سكين، يعني من معلومات الناس حتى دراي هتعمل تنظيف، طب ممكن نشف لها وشها. صح. هنا الاكسجينيو بيبقى جود تشويس، لان احنا بنختار كبسوله للبشره دراي بتزود الهايدريشن، وبنقدر ان احنا دايما بنعمل مينيمم 2 سيشنز. نقدر ان احنا نكومباين السيشن الاولانيه بكبسوله معينه، السيشن الثانيه بكبسوله ثانيه، فهي بتاخد بنفيتس كتير، بتنظف البشره، بتخلي الابزوربشن احسن، بتحسن الدراينس بتاعها. ممكن نضيف معاها بقى حاجات زي السكين بوسترز من الحاجات اللي بتزود الهايدريشن قوي او الترطيب، بس لازم الاستمراريه فيه، يعني مينيمم 2 سيشنز. يس. والحاجات دي بتعتبر احنا بنسميها سكين كير روتين. اوكي. يعني روتين اللي هو مش كريمات بس، انت في حاجات تعمليها بصفه دوريه كده عشان تحافظي على نضاره بشرتك. دكتور، ممكن مره تجيلك بيشنت عايزه تعمل جلسات كتير وتقول لها لا انت محتاجه جلسه واحده بس؟ ده كتير على طول. اوكي. امتى بيبقى البيشنت محتاج واحده بس؟ بصي هو واحده، يعني احنا مينيمم 2 بس. أوكي. على حسب مثلا جايه في وقت قد ايه.
يعني السيتويشن ده بنتحط له كتير لو حد جاي مثلا قدامه شهر وعنده مثلا مناسبه او حاجه، فهنا بنبتدي يعني نكسكلود حاجات وناخد الحاجات اللي هي في اقصر وقت تديها ريزلت. بما اننا بنتكلم عن المناسبات، فطبعا معروف في سن 20 وال30 بيبقى فيه افراح كتير او بنات بتحضر لفرحها، وبيبتدوا دايما اهتمام بالبشرة قبل الفرح باسبوع او اسبوعين، ودي اكيد فترة غير كافية. ايه الفترة الكافية نبدأ فيها تحضير ونعمل ايه؟ للاسف ان العرايس دايما بيجوا متاخر جدا فعلا. أوكي. تيجي مثلا عروسه قبلها باسبوع عايزه تحل كل المشاكل بتاعتها، فانا بشوف يعني انسب وقت نبقى براحتنا فيه قبل الفرح بسنه او 9 شهور، اللي هو بقى احنا جاهزين لكل حاجه، عايزين نبتدي ليزر هير ريموفل، عايزين نبتدي تفتيح، عايزين نبتدي جلسات للبشره، نبقى براحتنا خالص. لكن لو بنتكلم على حاجات انستنت جلو قبل الفرح، دي ممكن قبل الفرح باسبوعين 3. بس ممكن ما اكونش عارفه ان انا هتجوز بعد الفرح بسنه او 9 شهور، فده معناه ان انا محتاجه بعيدا عن التحضير للمناسبات اهتم بقى يعني بصي في ببشرتي على طول. حاجتين مهم قوي نبتديهم بدري. أوكي. الليزر والتفتيح. اوكي. دول يعني ما نستناش الفرح، كل ما عملنا حاجاتنا بدري احنا جاهزين ورادي في اي حاجه لاي مناسبه او اي حاجه تحصل. وايه التكنيكس في وان كلينيك اللي بتستخدموها للتفتيح؟ بصي هو التفتيح هو دايما الجوكر فيه هو الكولد بيلينج، يعني از ريجارد المناطق في البادي. لكن للفيس في حاجات كتير غير الكولد بيلينج او التقشير البارد. يعني دلوقتي في الفيس في حاجات كتير جدا نقدر نوحد بيها لون البشره. اوكي. من الفيشيال باي ذا واي بيوحد لون البشره، انواع من انواع حقن النضاره، المايكرو نيدلينج، الديرما بين والفراكشنال راديو فريكوينسي بيوحدوا لون البشره. فبقينا كفيس مش مؤيدين بفكره التقشير لان هو مش مناسب للايف ستايل ناس كتير. اوكي. لكن اجزاء في البادي لا، هو التقشير مازال هو رقم 1 يعني. لكن بالنسبه للبادي لو مثلا عايزين نفتح سنسيتيف اريا، الكوع، الركب، الظهر، الايد، مكان الحبوب، الحاجات دي كلها، لا التقشير هو افضل اختيار. والتقشير في الاماكن المختلفه من الجسم اللي حضرتك قلتيها ده بياخد وقت طويل ولا على حسب البيشنت؟ لا بياخد، يعني بناخد، بصي هو التقشير بيمر برضو بسيكونس كده. اوكي. احنا دلوقتي بقى الانواع الموجوده كلها تحت مسمى كولد بيلينج او تقشير بارد. ايه التقشير البارد ده بيكون ماسك معمول موديفايد بقى، غير الحاجات بتاعت زمان الاحماض اللي هي كانت irritant قوي على البشره. دي بتبقى ماسكات معموله بحاجه اسمها لايبوزومال تكنولوجي، ان هي فيها المواد اللي بتفتح وبتقشر وفي نفس الوقت معاها مواد تعمل سوزنج افكت او تهدي ترطب، فما بتبقاش irritant قوي. بس في اماكن بتاخد وقت، يعني ممكن اخد مثلا جلستين 3، حاجات تاخد 4 جلسات، وبيبقى مكون من حاجتين. يعني بيبقى ماسك بنعمله في العياده، بنقعد نقشر بعديه مثلا اسبوع 10 ايام حسب الاريا، كل مكان ليه وقت في تقشيره. بعد ما بنخلص تقشير بناخد حاجه اسمها هوم كير. الهوم كير ده بيبقى من نفس البراند بتاع البيلينج بس فور هوم يوز، تقدري تستخدميه، فبتقعدي تستخدميه اراوند شهر ونص. ده كده لو احنا ماشيين براحتنا خالص. نستنى لما نخلص نحكم على الريزلت بتاعه الجلسه ونشوف محتاجين بعدها قد ايه. وايه نسبه ان ممكن المنطقه اللي فتحناها ممكن تغمق تاني؟ نسبه كبيره جدا. اوكي. على حسب ايه؟ حسب ان معظم الناس بتكتفي بستيب 1، ان انا بعمل الماسك واقشر وبقى مبسوطه كده خلاص. ده غلط جدا لان هو بيخليني عرضه. اولا الجلد بقى فيري سنسيتيف، من اقل حاجه هيغمق تاني، فلازم نمنتين بالهوم كير. اوكي. فدي حاجه مهمه دايما بنركز عليها، ان احنا ما نعملش بيلينج ونبقى مبسوطين ان هو مثلا سعره قليل علشان هو ماسك بس. يعني نسبة كبيرة من المعادلة اهتمامي أنا واللايف ستايل بتاعي وقد إيه أنا مركزة. مركزة. انت هتبقي كومبلاينت على الموضوع. يعني أوكي. أنا في ناس تقولي مش بحب الكريمات فجاية أعمل تقشير. هنا أنا مش برضه بقى، لأن هي أوكي. نفس الفكرة. انت لو مش بتحبي الكريمات ما حطيتيش الهوم كير ما تعمليش تقشير أحسن. اوكي. طيب بالنسبة للمايكرو نيدلينج والديرما بين اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية، في ناس كتير بتخاف منهم جدا برضه. ليه بقى؟ احنا عايزين نطمن الناس ونعرف ايه وقتهم الصح. بصي المايكرو نيدلينج الحاجات اللطيفه جدا. عندنا منه حاجتين، يا اما ديرما بين او الفراكشنال راديو فريكوينسي. الاثنين نفس التقنيه. أوكي. الفرق ان الراديو فريكوينسي معاه راديو فريكوينسي ويفز، حاجه بتعمل زي تحفيز للكولاجين وتايتنس او شد شويه للسكان. ايه الفرق بينهم؟ الديرما بين ليه داون تايم، يعني بنقعد من 3 ل5 ايام وشنا احمر شويه في زي خرابيش كده. الار اف بننزل تاني يوم عادي. اوكي. فاحنا حتى ايفن في المايكرو نيدلينج بقى عندنا التولز اللي نقدر يعني تناسب كل الناس. اوكي. انا عايزه 3 ل5 ايام مستعده ان وشي يبقى باين عليه حاجه، خلاص جو فور ديرما بين. لا انا عايزه من تاني يوم انزل الشغل، بقى عندنا دلوقتي من تاني يوم انزل الشغل. الديرما بين بالذات هقول لحضرتك رايي وصححي لي لو كان الراي ده غلط. في ناس بتخاف منه، بيحسوا انه وجعه ممكن يخلي البيشنت ما يستمرش. ما بيوجعش خالص. متاكده؟ لا خالص. احنا بنحط بنج طبعا موضعي عادي، بنحطه نص ساعه، هو بيبقى لا مفيش بين تقريبا. انت بس بعد ما بتخلصي والبنج يروح بتحسي بشويه حرقان كده بسيط. وبنستخدم على طول كريمات من
من نوع الجلسه نفسها بنحطها، لا مش بينفل خالص. يعني الناس اللي ما عندهاش اي pain tolerance او تحمل يروحوا للألم جدا يروحوا. جدا، لا مش بيوجع خالص. من ضمن الحاجات برضو اللي بتتقال عليه، وبرضو حضرتك صححي لي، انه ممكن يوسع المسام. ده مش عارفه ليه يعني المعتقد ده جاي منين بصراحه، بالعكس أوكي. خالص، ده هو يعني بيعمل تايتنس للسكن وبيقفل المسام، بس احنا محتاجين نصبر. يعني احنا الجلسه هنشوف ايه بعديها، هو بيبقى فيه هاي اكسبكتيشنز. انا مش هعمل مايكرو نيدلينج المسام هتقفل الصبح كده كده، في الاول هتحسي بس بجلو، يعني بعد ما الاحمرار ده يروح هتحسي ان وشك منور. أوكي. ليه؟ من الفيتامينز والحاجات اللي حاطينها. المايكرو نيدلينج ده بيفتح تشانلز، بيفتح قنوات ادخل من خلالها الفيتامينز والميزوثيرابي وكده. أوكي. ففي الاول هشوف الراديانس او الجلو بتاع الفيتامينز. أوكي. لكن عشان اشوف بقى تحسن في مسام او في ندبات، ده بياخد وقت، لان الكولاجين على بال ما بيحصل له ريموديلنج او يبتدي يتكون بناخد من 4 ل 6 اسابيع. أوكي. فده هياخد وقت، وده نوع من الكولاجين. في نوع تاني بيفضل يتكون لغايه 6 شهور. فاحنا نصبر على السيشن عشان نشوف نتيجه، لكن ما نبقاش متسرعين في الحكم يعني. بس احنا ممكن نحتاج كام سيشن من الديرمابان؟ على حسب الكيس، يعني احنا عاملينها جاست كده نضاره او مسام بسيطه او كده، ممكن ناخد 2 سيشنز. اوكي. لكن لو الحالات بقى اللي هي ندبات او الاكني سكورز، لا بتاخد اكتر. وعلى حسب برضو الحاجات اللي بنحطها معانا، احنا مش بنكتفي بالديرمابان بس. اوكي. يعني بنحط فيتامينز، بنحط حاجه اسمها جروس فاكتورز اللي هي بديله البلازما بتاعت زمان. دلوقتي بقى في حاجه اسمها اكزوزومز، كل الحاجات دي بنقدر نضيفها. فالاضافات دي بتتحكم برضو في عدد السيشنز. ممكن تكلميني اكتر عن الاكسوزومز وازاي ممكن نستخدمه؟ الاكزوزومز دي ايرا جديده، يعني بقت منتشره حاليا، في منها طبعا انواع كتير. هي باختصار حاجه يعني بتنكش في الخليه عشان تجدد من نفسها. ده سامبلست يعني، هي كده. بنقدر نحقنها في الفيس، نحقنها في الشعر كمان. رينيول للسكن، تحسن ندبات، تحسن فاين لاينز، تحسن المسام الواسعه. نقدر نحقنها تحت العين وفي الشفايف. اوكي. فهي ايرا يعني لطيفه، وهتبقى اضافه ان شاء الله الفتره الجايه. ومناسبه للمرحله العمريه دي، 20 و30 واكبر؟ لا سيف، ما فيهاش حاجه خالص. اوكي. وان كلينيك معروفه بالتريو سيشنز. ايوه. ودي معروفه انها 3 in 1، 3 سيشنز in 1. فعايزه اعرف هي ليه 3 جلسات في واحد؟ بصي التريو ده يعني احنا تقريبا اللونش بتاعه كان من حوالي 5 سنين. اوكي. هو جت فكرته من فكره دخول الفيشيال في العياده. طب احنا هنبتدي بالاكوا بيور. طيب الاكوا بيور ما بيقعدش كتير، مش اضافه قوي للناس. أوكي. طب هنحط معاه كاربون ليزر. كاربون ليزر من الاجهزه المعروفه جدا، ايفن في الخليج هما بيعملوه بريودك كده كل شويه. اوكي. ليزر كربوني بيشتغل ان هو بيعمل تايتنس للسكان، بيحفز الكولاجين، بينظم افراز الدهون. طيب هنحط ده وهنحط ده. طب عايزين الحاجه تبقى احلى كمان، هنحط 4+. ال4+ ده جهاز راديو فريكونسي، حاجه اسمها كوادري بولار راديو فريكونسي، احنا بنسميه جوكر. الجهاز بيبقى ليه كذا هاند بيس، بيشتغل على different indications بقى. عايز تعملي بيه ليفتنج، عايز تعملي بيه نضاره، عايز تحسني بيه تحت العين، في بروب مخصوص للاي، في بروب مخصوص للشفايف. بس ليفتنج كمان شد. بس ليفتنج حسب عدد السيشن شويه. ليه بقى التريو موجود ليه موجود ال4+ في التريو؟ لان ال4+ فيه تقنيه اسمها UPR. اوكي. UPR دي ليها قدره عاليه جدا انها توصل الفيتامينز ديب لطبقات الجلد العميقه من غير نيدل. فمن هنا جه التريو، ان انا حطيت 3 سيشنز ب 3 different modalities او devices، كل حاجه بتعمل حاجه، كلهم بيكملوا بعض، كلهم بيأوجمنت السيشن. يعني بيخلي امتصاص البشره لاي مواد، الفيتامينز كمان والميزوثيرابي اللي احنا حاطينها اعمق. اوكي. بس فمن هنا جت بقى التدرج الفيشيال تريو، بعدين في اللي بعديه حاجه اسمها ديو فيشيال اللي هم اول 2 ستيبس بس. مش متخيله ان ممكن يجي لك بيشنت تقول لها لا مش محتاجه ده. يعني بصي هم بقوا بيجوا لوحدهم دلوقتي، بينفع كل الناس، واللي جربوا بقى خلاص بيجي هو عارف ان انا الوقت ده هعمل تريو. اوكي. خلاص يعني الناس عارفه. وده برضو مناسب لاي مرحله عمريه؟ طبعا على طول. ايه المشاكل اللي مش بيعالجها التريو؟ هو مش مساله بيعالج، هو دايما ادجوفنت، يعني أوكي. انا بعمله بعمل معاه حاجه تانية، يا اما بعمله لوحده لو انا عندي اوكيجن كده. فهو لا يعني بيشتغل معانا كبرايمر زي ما قلنا، الفيشيال هو برايمر. شكرا يا دكتور على كل المعلومات دي. انا لسه طبعا عندي اسئله كتير، بس نخليها للحلقه الجايه ونعرف اكتر عن كل التقنيات اللي بنسمع عنها في علاجات البشره، وكمان للمرحله العمريه الاكبر مثلا الاربعينات. اكيد. اشوفكم الحلقه الجايه من بودكاست بيوتي ستوبس.